يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين على عيون حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيور بقى لسه قايمه اهو، اول مره بجد النهارده افطرهم. جبت بقى حاجات امبارح، وهقول لكم على حاجه حلوه جدا جدا والله تحطوها على فطوركم الايام دي يا جماعه. حاجه ممتازه ممتازه. ده بواقي البيت بقى كله بتاع الحاجات اللي فايضه من الكرنب والبواقي بتاع امبارح كلها. انتوا عارفين ان احنا بنبقى سوقنا يوم الخميس، فلازم الكرنب ده يبقى موجود. هحط لهم بقى كده ياكلوا. يا جماعه انا مش يعني هي طيور ما بتبقاش جعانه ولا حاجه، بس هي الحمد لله عشان الطيور صحيه وحلوه ما فيهاش اي امراض ولا فيها اي حاجه، بتلاقي الطيور بتاكل. الله اكبر مهما تحط لها تاكل. انما الطيور لو مش حلوه ومش متأسسة صح ومش متربيه صح لا ما تاكلش، بتبقى نفسها مسدوده من اي حاجه. اهو بتاع الكرنب ده يا جماعه والحاجات دي، بواقي الكرنب على العيش على الكلام ده كله حلوه جدا حلوه جدا جدا للفراخ بالذات اللي بتبيض والبط اللي بيبيض، وبواقي الخضره وبواقي الحاجات دي كلها حلوه قوي. على قد ما تقدروا تكتروا خضره للطيور كتروا. حط لهم بقى هنا ما شاء الله. انزل لهم بقى الحله كده كلها ياكلوا فيها. لازم يا جماعه الساعتين دول اللي طلعوهم في الشمس للطيور، لازم الجوز ساعات دولة لازم ان شاء الله باذن الله. الاسبوع ده باذن الله انا هحاول اخلص من كميه الطيور دي كلها، مش هخلي الفراخ اللي بتبيض باذن الله عشان نبتدي بقى لطيور رمضان. اللي عاوزه تاكل بقى تجيب معايا تستنى، اما تجيب معايا طيور رمضان تستنى. اللي عاوزه تجيب لان احنا يعني باذن ربنا بعد شهر 12 كده على طول. يعني انا مش هجيب الاسبوع ده ولا حاجه، انا هخلص بس السطح من الطيور كلها، وبعد كده هبتدي بقى في شهر واحد، اول شهر واحد كده ابتدي بقى اجيب طيور رمضان. يعني كل سنه وانتم طيبين. الطيور يا دوبك ان هي تبدا يعني 5 شهور تبقى حلوه قوي عشان ناكلها ونجدد بقى ونجيب بقى طيور جديده غير القديمه دي. انا معايا ان شاء الله مكون حلو جدا جدا النهارده هنحطه للفراخ. حاجه حلوه قوي قوي لو حطيتها بجد لطيورك مش هتتعب منك خالص لو موجوده عندك، بس هي اكيد الحاجه دي تبقى موجوده في كل بيت يا جماعه. الطيور ما دام صحيه يا جماعه ما تقلقيش منها، حطي لها اي حاجه اي حاجه ما دام صحيه عندك. الطيور بتاعتك حطي لها بقى اي حاجه موجوده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهو. طبعا انا مش هذبح ولا حاجه عشان مرض عشان تعب عشان حاجه لا قدر الله، لا الحمد لله والشكر لله ما عنديش اي امراض ما عنديش اي حاجه خالص. الطيور زي الفل اهي، بس انا هذبح بقى عشان اخف الكميه واجيب بقى طيور رمضان ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا عندنا حاجه حلوه جدا جدا يا جماعه النهارده، بجد يا جماعه كنز في البيت، كنز في بيتك. دي بتبقى بواقي اكيد كلنا عندنا بواقي المخللات، اي مخلل موجود عندك. ده كان مخلل عندي فلفل على زيتون. الحاجه دي شويه الميه ده احط عليه ليمون دايما، عصر عليه ليمون واحط عليه خل دايما. شويه الميه دول بيقعدوا لك يعني دوله لهم يجي 15 يوم عندي كده في العلبه بعد ما خلص بقى كل حاجه، بعد ما كل حاجه خلصت منهم. والله العظيم يا جماعه الحاجه دي كنز مش هتعرفي قيمتها. استغني عن اي علاج، استغني عن اي علاج من الصيدليه، استغني عن اي حاجه واستعمل الميه المخلل دي، ميه المخلل دي هتبقى حلوه قوي قوي قوي. طبعا لو عندك الطيور تعبانه ما بتشربش، بسرنجه كده زي دي، بسرنجه زي دي املاها بقى، املاها 5 سم، املاها زي ما تملى السرنجه. واملاها وحطها ودخلها في بق الفرخه. بجد هتشوفي نتيجه احسن من مليون اي علاج. انا احطها للطيور
بليمونها بقى بحالها، او طبعا بيبقى فيها بواقي التوم، بيبقى فيها بواقي التوم، بيبقى فيها بواقي الليمون، بيبقى فيها الخل، بيبقى فيها بقى التتبيله بتاعتها بقى اللي هي راقده، يعني ريحه الليمون مفحفحه فيها، وريحه التوم وريحه الخل عطيها ريحه رهيبه. الريحه بس، يعني ريحه الحاجه دي، ريحه الحاجه دي بس يعني احسن لك مليون مره من اي علاج. الريحه هتخليهم يخفوا. شايفين الطيور بتشرب فيها يعني ما شاء الله. بس بواقي برضو بواقي الحاجات دي كده ارميها للطيور كده، ارميها لهم، يا تخلطيها على العلف يا ترميها لهم كده في الارض، هم هيلقطوها وهم ياكلوها، هتفضل قدامهم بقى طرف النهار ان شاء الله هياكلوها اهو. طبعا يا جماعه مدام لو عندك، يعني لو ربنا عاطيكي وسع كده وعاطيكي شمس، سيبي طيورك. اصل الحبسه بتاع الطيور، الحبسه هي اللي بتجيب للطيور الانفلونزا وبتجيب لهم التعب. فانت لو عندك شمس كده سيبي طيورك حتى على الاقل، يعني ايوه ما تسيبهاش اليوم كله، ما تسيبهاش اليوم كله عشان ما تلقطش اي ميكروب من الجو ولا اي حاجه. بس حتى لو لا قدر الله لقطت ميكروب، لقطت اي حاجه، باذن الله باذن ربنا الشمس هتحوش منها اي ميكروب. لو لقطت طبعا احنا عارفين ان الايام دي طبعا الثلاث شهور دول يعني ربنا يستر. وعايزه اقول برضو كلمه تانية يا جماعه للناس الستات اللي هي خايفه تجيب طيور صغيره. لا يا حبيبه قلبي، هاتي طيور رمضان، لان الطيور الصغيره ما بيبقاش فيها انفلونزا، ما بيجيلهاش الانفلونزا الا الطيور الكبيره اللي انت مربيها من زمان. ان شاء الله باذن الله خير، ما فيش لا انفلونزا ولا حاجه، اللي تحافظ على طيورها. وزي ما قلت لك بواقي المخلل بتاعك ده حطيه للطيور الايام دي، حطيه 3 مرات في الاسبوع، 3 ايام ورا بعضيهم. لو اي مخللات عندك حطيها طبعا، هتبقى حاطه عليها التوم والخل والكلام ده كله، هيمنعهم من الاسهال، يمنعهم من الكوكسيديا، هيمنعهم من اي ميكروب، اي حاجه هتيجي في بطنهم هيغسل لهم بطنهم بفضل ربنا يعني. والحاجات دي انا مجرباها كتير اكتر من مره، وعارفه امكانياتها. وربنا ان شاء الله يجيب اللي فيه الخير، وباذن الله باذن الله هنتابع دورة رمضان مع بعضينا باذن ربنا. واللي عايزه تجيب طيور وتبدا معايا تجيب وتبدا باذن ربنا. طبعا هيبقى فيه، هعمل تصليحات كتيره بقى للسطح ده، كل حاجه هعمل لها تصليحات باذن ربنا. بفكر برضو ان انا انقل الحمام من مكانه كده وانزله في اي حته تاني، واعمل العشه دي اقسمها نصين، لان انا هجيب طيور كتيره رمضان، والعشه دي برضه هجيب فيها فراخ بيضاء باذن الله. يعني فبرضه اقترحوا عليا ان انا احط الحمام فيه، لان الحمام هنا عندي من يوم ما جبته هنا يعني ايه انتاجه ضعيف، مش انتاجه حلو زي الاول. وهنشوف ان شاء الله مع بعضنا على مدى الحلقات اللي هتتعمل، هقول لكم على كل حاجه باذن الله. بس وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجيب لنا الايام دي على خير، وربنا يسعد ايامكم ولياليكم يا رب. وكل سنه وانتم طيبين، بس ربنا يحوش الوباء والبلاء، وربنا يبعد عننا الشر والمكروه ان شاء الله. وجمعه مباركه عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بقى. وما تنسونيش بقى في دعوه حلوه كده، وما تنسوش اللايك للفيديو. بجد يا جماعه انا بزعل قوي قوي من كميه اللايكات القليله دي. يعني مش لازم كل فيديو اقول اللايك لايك، لا يعني مش لازم، اللي يدخل فضلا يعني ولا امرا يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله.